اش اخباركم؟ عواشر مبروكه. كنتمنىكم تكونوا على خير في هذا الشهر العظيم اللي هو شهر رمضان، شهر الغفران، شهر الصوم، الشهر اللي كتكون فيه الروحانيات طالعه والناس كتعيش واحد الاجواء زوينه، لان كتكون فيها صله الرحم، تقرب الله اكثر واكثر واكثر، لان حتى الظروف كتكون مناسبه. الانسان كيخدم 3-4 العشيه، الانسان كيسالي، الصهير كتكون كل هالاجواء د رمضان كتعاوننا على ان الروحانيات والتقرب الى الله كيكونوا اكثر. في نفس هذا الوقت كاينين الناس اللي كيعيشوا في هذه الاجواء وكيعيشوا حياتهم في خوف، في قلق، ما كايناش ديك الطمأنينة النفس وراحة البال، لان غالب عليها الخوف والحزن والغضب والقلق. غندويو اليوم على واحد النوع ديال الناس اللي كيكونوا عندهم العلاقه مع الوالدين ما زويناش بزاف، ابناء، بنات ولا ولاد اللي صغرهم كبروا في واحد العائله كيشوفوا بان الاب ولا الام او لا بجوج كيكونوا كيفضلوا عليهم خوهم او لا اختهم، فكتكون واحد الغيره في الصغر في المراهقه، ومني كيبداو يكبروا ديك الغيره كتكبر كتانستالي واحد الحقد كيولي ما بين الخوت. المحبه والحب ديال الاخوه راه كاين، امتى كيبان بان واحد في الخوت كطرى ليه شي مشكل كتلقى الخو الاخر واخا كيغير منه ويحقد عليه كتلقاه هو الاول كيمشي عند خوه. ولكن الحياه اليوميه كاين واحد القلق، واحد الحقد، واحد شويه الكره لهذاك خوه. علاش؟ لان هذاك بابا ولا هذيك ماما كانت كتفضلوا عليه وعنده واحد شويه ديال الغضب من جهه باباه ولا ماماه، لان هما اللي كانوا كيفضلوا هذاك خوه ولا هذاك اختو عليه. فهاد القلق والغضب والخوف كيبقاو يكبروا 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 حتى كيتانستالو، كيولي واحد الداخل النفسيه الانسان كتكون تربي واحد الحقد غليظ وكبير. هذاك الحقد والكره والغضب شنو كيدير؟ كيسد علينا الباب ديال راحه البال والطمأنينة النفس وراحه البال. فهلا علاش الحق سبحانه وسيدنا رسول الله كيحثونا على التسامح. فالتسامح شنو كيوقع فيه؟ مني هذيك الغيره اللي كتوقع في التربيه مع الاخوان كتوقع، ومن بعد الواحد كيكبر وكيدير عقلو داكشي، يفهم بان كيسامح وكيتقبل بان باباه ولا ماماه بشر، البشر خطاء، تحطوا في هذه الدنيا هذه في هذه التجربه الارضيه باش يخطئوا، ونتسامحوا مع بعضياتنا ونتقبلوا بعضياتنا. علاش؟ لان انت اليوم الولد ولا البنت غادي نتزوجوا، غتولدوا، غديروا وليداتكم، حتى نتوما غتحطوا في نفس الموقف، حتى نتوما، لان ما كاينش واحد طريقه ناجحه وصحيحه اللي كتعطانا باش نربيو الوليدات. كل واحد داك التربيه اللي تربى في دارو فاش كيجي ولد وليداتو كيقول انا لا ما غنديرش بحال داكشي اللي ربوني عليه والديا، غلطوا هنا وغلطوا هنا، انا غندير احسن. فالانسان يكون تايق بان الوالدين كيديروا جهدهم اكثر من جهدهم. ما كندويوش حنا على ديك الاقليه اللي كتجي عندها دي تروماتيزم ولا دي شوك تيريبل وكيتكرفسوا على الوليدات، هادوك جاب الله اقليه قليله بزاف مي كاينه. لا، حنا كندويو على دوك الوالدين اللي حبوا وليداتهم وبغاهم ولكن غلطوا. فهنا كنقول لهذوك الوليدات اللي هما اليوم رجال ولا نساء، سامحوا، تقبلوا. علاش؟ ما يمكنش تعذبوا نتوما مراهقين ونتوما صغار وتعذبوا نتوما كبار، لا، تعذبتوا في الصغر ديالكم، دابا حان الوقت تقبلوا. علاش؟ لان بوندون سنين نتوما سادين عليكم الباب اللي فيه الراحه وطمأنينة النفس والفرحه. هذاك الباب مني كي تكون على الباب ديالو الكره والحقد والغضب، ما كيخليش هذوك المسائل الزوينه في حياتك تجي. فملي كنتقبلوا كنسامحوا كيتحل الباب الزوين اللي كيدخل الفرحه وطمأنينة النفس وراحه البال. فلهذا هذا الشهر هذا شهر مبارك سعيد اللي مزيان فيه نبدلوا العادات
كيف كنبدلوا العاده ديال الاكل والشرب والنعاس والفياق ديالنا، فنبدلوا حتى فيه حتى عادات اللي يكونوا صالحين وزويونين. نتقبلوا، نسامحوا، نلقاو للناس الاعذار، حيت الوالدين اللي اليوم كتأنبوهم على انهم ما تعاملوش فما عرفتوش نتوما ظروفهم هذه 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام كيفاش كانت، حيت الوالدين كيتعاملوا مع الدراري على حساب الظروف هذيك اللحظه وهذيك الساعه. فولد كيكون خويويف ولا ماشي بحال ولد كيكون تيدير بلاصتو. كل واحد الوالدين كيحاولوا ولكن احيانا كينجحوا احيانا ما كينجحوش. ولكن حنا اللي عندنا اللي مهمه وهي النيه. كتكون نيتهم مزيانه وباغيين يديروا مزيان ولكن احيانا كيخطئوا. فلهذا المسامحه، التسامح، في هذا الشهر العظيم الزوين، والانسان اللي غيسامح ويتقبل ويلقى الاعذار فكيدوز للجهه الزوينه في الحياه. شنو هي البدايه ديال طمانينه النفس؟ باش كنوصلوا لطمأنينة النفس هو طريق باش كناخذوه، لان واحد الطريق اللي كنحيدوا فيه حتى النميمه والغضب والقلق والخوف. من الاخر باش نختموا في الحقيقه ومن الاخير هي نكثروا، نطلقوا، ننشروا، نزرعوا الحب، المحنه، العطف، الحنان. كنتمنى لكم الهنا، السعاده وراحه البال، وكنهديكم طاقه حب، طاقه امان، سلام ومحبه. الى عجبكم الفيديو فديروا اشتراك، لايك. خليتكم على خير وبسلامه عليكم. عواشر مبروكه.